مرحبا بكم أعزائي المتابعين في برنامج أغرب أخبار المشاهير. هذا الرجل أوغو إيغوسا كينغزلي وجد نفسه فجأة في قلب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في نيجيريا بعد أن أودع في حسابه المصرفي مبلغ يقارب 1.5 مليار نيرة نيجيري، أي ما يعادل نحو $1,000,000 أمريكي، نتيجة خطأ جسيم من بنك فيرست بانك. لحظة كان من المفترض أن تكون عابرة تحولت إلى بداية مسار قانوني معقد. بدلاً من إبلاغ البنك بالتحويل الخاطئ، قام كينغزلي باستخدام جزء كبير من الأموال لأغراض شخصية، ما دفع البنك إلى إشعار السلطات. هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية تحركت سريعاً، وتتبع المحققون مسار الأموال إلى أن تم توقيفه وفتح ملف قضائي واسع حظي باهتمام إعلامي كبير. أمام المحكمة لم ينكر المتهم ما قام به، بل اعترف باستخدام الأموال مع علمه بأنها لا تعود له قانونياً. القاضي شدد في حيثيات الحكم على أن الخطأ المصرفي لا يغير من طبيعة المال ولا يمنح أي شخص حق التصرف فيه، معتبراً أن ما حدث يصنف كجريمة مالية مكتملة الأركان. وفي خاتمة صادمة للقضية، حكمت المحكمة بسجن كينغزلي لمدة عام واحد مع منحه خيار دفع غرامة مالية وإعادة المبلغ المتبقي، لكن الرجل فاجأ الجميع بإعلانه أنه يفضل دخول السجن على إعادة المال.